أهلا بكم مرة أخرى. أسدل الستار على ذهاب أولى مباريات النصف النهائي في دوري الأبطال بفوز باريس سان جيرمان خارج الديار على فريق أرسنال في ملعبه بلندن بهدف دون مقابل. كثير من الفرص لكن هدف وحيد بقي صامدا حتى في الشوط الثاني. كنت حاتم يعني بنفس الأداء كنت حاسن أداء فريق الأرسنال في الشوط الثاني قليلا مقارنة بالشوط الأول الذي يمكن لم نشاهد فريق لم يدخل في المباراة بالشكل المطلوب، لكن مع هذا أنه فريق باريس سان جيرمان على المستوى وسط الميدان استطاع أن يتحكم في المباراة. الشيء لكن أنا أردت أن أشيد بمعنى أنه لما نتكلم على حكيمي في المباراة ومنديز اللي هم متعودين أن يسعدوا في نفس الوقت في المباريات السابقة، في مباراة اليوم أنه مندس لم يصعد كما كان متعود. مندس كان ثابت على الطرف الأيسر وحكيمي هو لديه الحرية، وهذا لقراءة المباراة لأنه نقطة قوة أرسنال هو ساكا. صح. ولذلك بقى مندس في الطرف الثابت لم يعطي ساكا، لم يكن كما كان في السابق عن مستوى صناعة الهجمة مع اوديغارد. فكان هذا من أكيد نتكلموا على من أحسن المدربين اليوم تحضير الفني تحضير المباراة، ولذلك نجح فريق باريس سان جيرمان باستثناء يمكن خطأ حكيمي الذي تم الانفراد في العودة والتغطية. لكن في الحالتين مرة أخرى تألق دوناروما تألق حقيقة تصدي لهدفين تقريبا تروسارد ومارتينيلي، وتفنن في ضاعة الفرص باريس سان جيرمان اليوم في التغييرات باركولا وكذلك اليوم راموس أضاعوا فرص سهلة. فالفريق في تنوع معنا في الفريق وفي تحرك بدون كرة، وهذا على كل حال انريكي استطاع بدون نجوم بمعنى كبار وانتدب نوعا ما نجوم سيكونوا نجوم في المستقبل، منه كبار اللي كان في ايطاليا حقيقه ويقدم في ذا، دوي كان من رام، باركولا كان في ليون لاعب شاب، ديمبلي اكيد كان في هذه الفرصه اللي هدرها وتالق فيها في دوناروما. لكن انا اتكلم على مستوى المدرب يكون قادر على أن الفريق كله يعمل على مستوى الضغط. لاحظ الفريق كيف يضغط، الكل يضغط مع بعض في نفس الوقت. سابقا يمكن لما كان ديمبلي وكان ميسي وكان نيمار بس الواضح انه كان في حريه كامله لحكيمي. حريه حاتم اليوم لعب 3 المدافعين، راه ما لعبش ب4 اليوم، لعب 3 مدافعين، لعب مانديز و باتشو في الهجوم، لكن حتى في الدفاعيه حتى في الهجوميه حتى دفاعيا كان يرجع. لكن اليوم حكيمي كان يلعب كوسط ملعب، حتى عندما تطلع تقطع الكره منه مثلا في الهجمه هو يدخل وسط الملعب على طول ويبقى لكن دفاعيا يرجع برا. ماركينيوس دائما هو اللي كان يغطي. نعم. ماركينيوس مع باتشو ويدخل حتى مانديز كان اليوم كان لاعب قلب دفاع تقريبا، ونيفيس في كثير من الكرات كان يغطي مكان حكيمي اليوم كانت عنده حريه، اكيد حريه كامله ادوار هجوميه. وهي قراءه جيده بصراحه، قراءه جيده من لويس انريكي اللي يعرف انه قوه دائما كما قلت الارسنال هي الجهه اليمنى، وكذلك وسط الملعب اليوم فابي رويز وكوتي فيتينيا. تفوق اليوم لباريس سان جيرمان في خط الوسط في عمليه الافتكاك وعمل السيطره وفي عمليه الضغط، لانه هم لما ضغط وحتى المهاجمين اليوم قاموا بالدور، وهذه قوه الريكي. في السابق اين كانت المشكل؟ هو في الثلاثي اللي مع بكاش يدافع، كان ثلاثي ما يدافعوا. اليوم راس الحربه اول مدافع. كفاره فين يدافع اليوم، شفت في كفاره فين يدافع. صحيح. حتى ديمبلي كان يعود وبالتالي يعطي اكثر، يريح اكثر وسط الملعب. عندما تشوف قدامك انت وسط الملعب وعندك الامامك المهاجمين يعني يضغطون، بالعكس انت سهل انت تضغط اكثر، وكان نجح بشكل كبير في عمليه افتكاك الكره. التحولات تكلمنا على المحاولات، مباراه ممتازه لكفاره تقريبا. لا مباراه يوم كفاره اعطى اضافه كبيره، ورغم ان توقيته اللي جا فيه راه مش سهله. تجي وسط الموسم فريق اخر، اسلوب اخر، في دوري اخر، قوه شخصيه. نعم محمد، لكن عنده امكانيات لعب رهيبه جدا. والشيء الجيد انه يتاقلم مع الاسلوب وطريقه اللعب. صح. مع لانهم دائما هو يعرف يختار دليل الجوده ودليل الشخصيه. هو الحقيقه زاد لا تنسى كان في الدوري الايطالي، يعني الدوري الايطالي يجازف على المستوى التكتيكي والفني والبدني. يعني هو اختيارات باريس السنه هذه خصوصا في عمليه التعاقدات، نشوف عنده نيفيس وعنده كفاره لاعبين ادوي اللي كان جاب، بس كثير تفاجئوا بالتوقيع اصلا، لانه هو اصلا يلعب في الجهه اليسرى وكان عنده باركولا وعنده دوي، فالكل كان يتساءل كيف سيلعب الفريق، كيف سيتأقلم، من سيلعب، كيف سيكون التنافس على المركز الأساسي. لكن نجح الآن انريكي. نعم، لأن الكل كان في الأول يريد مهاجم صراحة، لما كانش مهاجم، كان راموس كان مصاب لفترة طويلة، بالتالي عنده اللاعبين دائما هذو متعودين يلعبوا في الأطراف، لكن هو نجح الآن. المدرب الوحيد أنا في اعتقادي اللي نجح أنه يلعب هذا الأسلوب بدون رأس حربة، يعني ديمبلي غير مكانه ونجح في التسجيل كما قلنا 25 هدف 25 مباراة في تقريبا في نصف موسم. هذا تعطيك مدى قوة
يعني شخصيه المدرب اللي غير اشياء كثيره في فريق باريس سان جيرمان. صراحه اصبح فريق قوي جماعي، يلعب باريحيه، يلعب بكل ثقه، ولا يعتمد على لاعب ولا لاعبين، لا يعتمد على المجموعه، وهذا الشيء هو اللي دخله في اذهان اللاعبين. هل يمكن ان نتفق بان التفوق في مباراه اليوم لارسنال لباريس سان جيرمان ارسنال يعود لتفوق انريكي على ارتيتا طوال المباراه تقريبا؟ رأينا ذلك من خلال الأدلة التي توفرت في هذه المباراة، وبناء على المردود المقدم على أرضية الميدان، أداء استثنائي. هذا يخص كل المواقع التي يتموقع فيها اللاعبين، سواء كان الدفاع او الهجوم او وسط الميدان. راينا القدره من اللاعب حكيمي الذي كان يساعد في عمليه البناء الهجومي وكان يحقق القيمه المضافه والتفوق العددي. ثم راينا عملا تكتيكيا مثل ما يتوضح من هذه الصوره، وكان ذلك واضحا وجليا من خلال الهدف الاول، كفارا الذي ساعد ديمبلي في تسجيل الهدف، ثم ديمبلي يسجل في الدقيقة الرابعة. إذا هذا إن دل على شيء يدل على ذكاء المدرب ويدل على ذكاء اللاعبين والانضباط التكتيكي، وهذا ما صنع الفرق في هذه المباراة. وأنا لا أخص بالذكر أي لاعب أو أي خط، أنا أقصد كل الخطوط. كل لاعب قام بدوره على أحسن ما يرام، وأيضا دوناروما تصدى مرتين بطريقة واضحة وجلية، وهذا ما أدى إلى تفوق نادي البي اس جي، ويبين مرة أخرى أن البي اس جي هو من خيرة الفرق الأوروبية حتى في غياب رأس حربة صريح، فأن ديمبلي يسجل الأهداف وهذا أداء مقنع. الأكيد أن باريس سان جيرمان مختلف تماما عن ريال مدريد على مستوى طريقة اللعب. أمام ريال مدريد سجل أرسنال 5 أهداف في مباراتين، اليوم في 90 دقيقة في ملعبه فشل في التسجيل، أعاد إلى نقطة صفر ما كان يقال عن أرسنال قبل ريال مدريد بأن لديه مشكلة في إنهاء الفرص وفي تسجيل الأهداف واعتماده غالبا على الكرة الثابتة. حتى الهدف اللي ألغي جاء أيضا من كرة ثابتة. هو الفريق محمد اتعود خلاص إنه هو بدون مهاجم، هو خلاص مش هيجيب مهاجم. الحاجة اللي أنا مستغرب لها محمد ذهنيا، اللعيبة مشحونين زيادة. صحيح. فاللعيبه تحس ان هم تقال في التفكير وتقال في الحركه، فدي حاجه ذهنيه هو فقدها ذهنيا. ما فيش لعيب في حالته الطبيعيه باستثناء رايه وصليبه. بقيه اللعيبه محمد ذهنيا مش موجودين، ذهنيا التفكير بطيء، ده ناتج للشحن الزايد، فذهنيا هو لم يستغل او لم يعد للمباراه جيده بالنسبه للفريق. فانا اشوف ان رغم السوء بتاع الفريق انه صنع فرصتين او 3 فرص بالنسبه له، انما ارسنال خيبه امل، لان الطبيعي ان انت في هذه اللحظه محمد تبقى مستمتع بيه، مستمتع بان انت تلعب في سيمي فاينال دوري ابطال. الفريق اللي كان مستمتع وعايش اللحظه هو باريس، كل اللعيبه اللي كانوا موجودين نجوم. فانا اشوف ان الشحن الزياده جيب نتيجه عكسيه على ارسنال، حتى في الكرات الثابته والفار مع التسلل والتكنولوجيا دي وضع طبيعي ان الفريق يبقى مميز في الكرات الثابته. فانا اشوف ان على المستوى الاداء العام بالنسبه لارسنال هتحس ان ارتيتا عنده خيبه امل، لان زي ما بقول لك يا محمد لازم تبقى مستمتع باللحظه اللي انت فيها، ده انت عايشها. انما الفريق مضغوط ومشحون وعصبي، ده انتوا حاربتوا عشان توصلوا هذه المرحله من دوري الابطال، فتيجي تلعب مباراه سيئه وعلى ملعبك، فدي علامه استفهام على تحضير الذهن. حاجه بس ليش كنت ما نقول المنافس ما اعطى الفرصه للاستمتاع ولا لعب كره قدم بالشكل المرتاح اللي كان موجود في المباريات السابقه؟ يعني يمكن باريس سان جيرمان هو ما انهار ارتيتا وارسنال، لا اقول بهذا السوء لكن بمستوى اقل المباريات السابقه. هو حاجتين، ما انت ما هو جانب ذهني وجانب المنافس بيلعب ضغط. الفريق ده نفس الفرقه دي يا محمد كسبت باريس 2 في دوري الابطال من 8 شهور. مغاير. ما انا عارف، انا بقول لك مغاير. فالشحن الزياده ممكن يجي بنتيجه عكسيه. حاجه ثانيه غياب بارتي مؤثر. طبعا. الصراعات الثنائيه في وسط الملعب كلها لباريس.